ده ايه؟ ده شغل صدف. نحدد الرسم اللي احنا عاوزينه بنسقط جوه الصدف. بص ما شاء الله. والقرصه بتاعتها برضه ده انا فكرتها رخام. ما شيل شاء دي كده الله. من الطبله كده. بص الطبله ايه؟ يعني كمان انت هات طبلة من جوه. دي برضه بالطلب ولا انت بتعملها وبتبيع من هنا؟ الاشكال ده كل ده اكريليك. كل ده أكريليك. مش صدف. طب سنه كام؟ تالتة ثانوي. انت نسيت؟ ده من وانا عندي 10 سنين وانا شغال مع خالي في الحطابه فوق. أنا حبيت الورشة دي جدا لأنها ادتني أمل، عشان مشغلين شباب صغير بيعملوا أرابيسك وصدف تحفة، إيديهم فعلا تتلف في حرير. واللي عجبني أكتر إن صاحب الورشة قرر إنه يشغل معاه الشباب الصغير دول عشان المهنة دي تفضل مستمرة وتفضل فيها شباب بيكمل جيل ورا جيل. يلا بينا نتعرف عليهم. السلام عليكم. سلام حبيبي. ابو الاستاذ حبيبي عامل ايه؟ تمام. طبعا انا في ورشه صدف وارابيسك، هنفهم بقى من الوسطى دلوقتي. عرفني بس الاول بحضرتك. محسن معاك، محسن صبحي. حبيبي حاج محسن، حبيبي بقالك قد ايه بقى شغال انت اصلا هنا؟ بقالي حوالي 35 سنه في المهنه. ما شاء الله عليك. طب واللي بتعملوا ايه في الورشه؟ والله احنا بنعمل مرحله زي ما انت شايف كده. الشغل بيجي لنا بنجيبه خشب لسه غشيم، تمام. نفضل بقى بنعمل مرحله النجاره، وبعد النجاره بنعمل الصدف، وبعد الصدف بنبتدي بقى نخش في التشطيبات يعني انت نجاره وارابيسك وصدف وكل ده هنا؟ نبتدي نجيبه خشب غشيم لغايه ما نوصله عند الزبون. بس كل واحد بيعمل يعني بتاع الارابيسك بيعمل طبعا. في الارابيسك، في النجار، في الصدف، دي كل التخصصات. زي الفل. انت اصلا هنا بتطلع المنتج نهائي، يعني ما بيطلع الصدف بيتلمع هنا وبيتصنفر كل حاجه هنا. كل حاجه لغايه ما بيوصل للزبون. ما شاء الله عليك. انت هنا في درب الشغل. اقول برضو للناس بقى العنوان فين ورقم التليفون لحد ما نتفرج على الحاجات الجميله دي. الوان هنا 40 درب شغلان، الدرب الاحمر. ورقم التليفون 015 55 148033. طيب هنتعرف دلوقتي بقى من الوسطى هنا، بس قبل ما تمشي ان هو مستعجل كده عنده مشوار، نعرف لا، بس تحت منه أمرك. الكنبه دي تفاصيلها ايه. ماشي تعالى بقى نروح بالكاميرا، نقف كده كده واشرح لي بقى هنا ايه. بص حضرتك، دي عباره عن ارفع. بص الكنبه دي بقى، دي انت قلت لي ده طقم كامل. ده طقم انتريه كامل. حلو. دي الكنبه عباره عن 3 قاعده. كنبه الانتريه دي 3 قاعده. في هات الفتيه. يعني بصوا كده التفاصيل هنا. هات الفتيه كده دي ما شاء الله. يعني الارابيسك معمول والصدف. انت ده ايه؟ ده شغل صدف. ده شغل صدف. يعني انت ده اللي بيبات جواه الصدف. ده اللي بيبقى اسمه ايه اصلا؟ ده التحديد بتاع الصدف. تحديد صدف. ده تحديد، بنحدد الرسم اللي احنا عاوزينه بنسقط جوه الصدف. حلو قوي. دي الترابيزه بتاعته. لا ده دي تصور ترابيزه الانتريه. هاتها. مش دي زن؟ اه الله. ده خشب زن احمر كده. بصوا ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. دي بيبقى شكلها متغير تماما. يعني انت بص هات الترابيزه دي القرصه بعد بتاعت الترابيزه كده. تبقى قرصتها ايه بقى؟ دي 2 صغيرين، واحده حلو. كبيره وسط. دول الركنه بتاعت الطقم الانتريه. دول عباره عن 3 قطع من دي. والقرصه بتاعتها برضه ده انا فكرتها رخام. ما شيل شاء دي كده الله. من هنا. وفي الكرسي هات الفتيه كده كركر. يعني انت لما بيطلب منك الانتريه ده بيتعمل كنبه وكرسيين؟ يبقى عباره عن كنبه 3 حلو. قاعده، وكنبه 4 كراسي. واربع كراسي. والكنبه 2 قاعده، و3 ترابيزات، 2 ركنه وواحده مستطيله اللي هم الشغل ده اسلامي. الشغل ده يعني ما بيتعملش كتير. والله هو ليه ناسه. يعني ليه الناس ناس. اللي بتغواه، وفي ناس لغايه دلوقتي برضه فاهمه قيمته. يعني احنا كمصريين بنطلب ده لحد دلوقتي ولا العرب لا اكتر؟ لا 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 لا، هو العرب اكتر. امم بس برضه في مصريين كتير بتطلبه. يعني ده لمين؟ ودلوقتي بدا يتطلب اكتر. ده لمين، لو عربي ولا مصري؟ والله للي عاوز. يعني انت لسه ما بعتوش؟ لا 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 ما شاء الله. لا، للي عاوز. بس دلوقتي بداوا المصريين يخشوا في الشغل ده كتير. يعني بداوا انا بشوف في الفنادق كمان بدا يتحط بقى في فنادق، في كافيهات، في كل حاجه دلوقتي. بس هو تكلفته كتكلفه عاليه. مش عاليه والله ولا حاجه. والله العظيم. مش عاليه. يعني مثلا الطقم ده في حدود كام؟ ما هو في مش كله. يعني مش يعني كله. ناخد فكره بس. انا عارف ممكن يزيد وممكن يقل. بص يعني الكرسي ده كده. هات كده. بص الكرسي قبل ما يتعمل عشان تعرفوا القصه ايه، عشان ده هيبقى مختلف تماما. الله اكبر عليكم. ده شغل. ده انا مش قادر اشيل الترابيزه اصلا. يعني هات كده. بص الترابيزه اصلا يا الله اكبر مش قادر اشيلها من على الارض. ده خشب زان. ما شاء الله. خشب فحاجه زان متكلفه طبيعي. يعني بجد. حاجه بتسلم ايديك والله. لا، في متناول عادي، مش متكلف اوفر يعني. مش لا لا. انت يعني شغل الصدف بتعمله بس في ايه بقى؟ يعني انت بتخش بس في الانتريهات في كل حاجه. في كل حاجه. في كل حاجه دلوقتي بقى في اصلا كل حاجه. يعني انت بقى بتعمل فيها ايه؟ الصدف. اشرح لي كده.
والله بنعمل انتريهات، ايوه بنعمل برفانات، بنعمل ترابيزات، مرايات، براويز، ايات قرانيه، حلو. قعدات شايف عربي. كمان حاجات آلات موسيقيه اهو، في حتى الطبلة. الطبل بتتعمل هنا ما شاء احنا الله. الطبله كده، بص الطبل ودي وهي احنا لسه شغالين، لسه هات الطبله من جوه كده. بيشتغلوا فيه تبتدي بالظبط. بالنت. بص دي بص وهي الطبله وهي لسه- فاضيه، وهنا لسه بيشتغلوا فيها كمان، لسه ما كملتش، بس حاجه تحفه، حاجه شكلها تحفه ما شاء الله عليك. تسلم ايدك، او عليك ربنا يبارك في عمرك. فانت كده كل حاجه بتعملها، يعني اي حد الشغل عايز بيجي. حاجه في الصدف، حتى العلب، الصواني والعلب الطاولات، الصواني، كل حاجه، والله والعلب المجوهرات دي برضه. كل حاجه، اي ما شاء الله حاجه عليك. تخص الصدف والشغل الاسلامي والشغل العربي. مين علمك الشغلانه دي؟ عشان دايما بننسب الفضل لاهله زي ما بيقولوا يعني، فاكيد في حد علمك فعشان نشكره بس. والله ربنا يرحمه بقى اللي علمني. الله يرحمه. حد برضه كان كويس كده وعلمني، وربنا يرحمه. ربنا يا رب يرحمه. وانت ابو الاستاذ كلها حبيبي، والله. حبيبي. وانا بقى عاجبني عندك حاجه، انا من اول ما دخلت هنا بصراحه عندك شباب صغير بيتعلم. لا 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 يا رب، ودي جميلة. احنا عايزين يا ريت ما هي يبقى في شباب والله صغير. العظيم دخلت ورش يا كتير ريت، مفيش يا شباب ريت. خالص. لا 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 خلاص، بس هي بدأت ترجع تاني، يعني طب بدأت الحمد تتحب لله تاني. يعني يا ريت الشباب هي دي كانت بتنكرد، بس الحمد لله دلوقتي بدأت. يا والله ريت لو ربنا في يبارك شباب في يا عمرك. ريت. والله يعني إحنا انت عايز والله، ناس يا ريت. تشتغل. طبعا طبعا والله يا هو ريت. دعوه اهو من الوسط، عايز ناس تشتغل معاه. يا رب الشباب ربنا يهديهم ويجوا يتعلموا صنعه. الصنعه دي صنعه جدودنا دي عشان ما تنقرضش. انا اسمي حماد عجوه. ايوه تمام. حماد عجوه. ايوه ليسانس حقوق 91. الله اكبر وداخل عليك. المهنه بالمزاج بالدماغ. حب بس. حب. مم. واتعلمتها على كبر جدا، بس انا حبيتها. ما شاء الله عليك. تمام. ربنا يبارك فيك. انا شايفك شغال في الطبله ومظبط الدنيا. يعني انا هو مخصصني للالمونيا انت بتعمل فيها ايه دورك بقى فيها؟ بتعمل ايه؟ من الالف للياء. يعني انت بتجيلك يعني بتجيلك المونيا بتيجي كده المونيا، ابتدي احلق، ابتدي اقسط، تحلق. احلق اللي هو بصوا الازياء بقى، دي. ايوه عرفني قرب كده بقى. الازياء دي. بصوا الازياء تمام؟ دي اه ماشي. اه. دي هو بيعملها، وبعدين بتعمل ايه تاني؟ وبعدين الاشكال دي بتتقص ايه؟ الاشكال ده كل ده اكريليك. كل ده أكريليك. مش صدف. في طبل تانية صدف. حلو. تمام. انما ده اكريليك. الاكريليك دوت بيجي كده لوح 30 في 50. تمام. حلو. هو مدي حتى شكل ورد وفازه. تمام. وبعدين بيتنشر يدوي. تاخد منك قد ايه وقت دي؟ لا احنا نقول مثلا 10 طبل من دول او 12 طبله ياخدوا اسبوع حلو قوي. ما شاء الله عليك. وفي عيدان وفي الاكسليفون اي حاجه انت. والقانون والرق كمان والرق الجيتار والدف بتاعه. والبندير. لا زي ما ما شاء انت الله، عايز. انت راجل كله. موسيقي. حبيبي حبيبي. ربنا يبارك في عمرك ويصلح فهو حالك. مخصصني للالات الموسيقيه. والله جميل. تعالوا ده هم داخلين في الترابيزه، هي في الكنبه، داخلين في الكنبه جامد. ازيكم يا باشوات؟ الحمد لله. ايوه بقى انا امسك المايك كده. الاول اسمك ايه؟ محمد. حبيبي حماده. انت مين اللي علمك الشغلانه؟ خالي. والله وخالك الوسطى؟ الله اكبر عليك. بتعمل ايه بقى انت دلوقتي؟ انا دلوقتي بعمل كل حاجه فيها. والله العظيم. انت دلوقتي حالا بتعمل ايه؟ شغال في مرابيع زي دي كده في المرابيع. مم. ربنا يبارك في عمرك. حبيت الشغلانه ولا داخلها غصب؟ لا حبيتها. والله بجد. والله. طب تتمنى تطلع اما تكبر بقى؟ اطلع استاذ زيك. زي الوسطى؟ ده معلم كبير. كلهم كده متعلمين. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليك. وانت اسمك ايه؟ مهند. مهند. انت في سنه كام؟ تالتة ثانوي. انت نسيت؟ ربنا يعينك. وانت؟ انا اسمي سيد. سيد. ده باباك بيحبك قوي، سماك على اسمه يعني. ربنا يبارك في عمرك. بتعمل ايه؟ بتغري؟ شغال برضو معاهم في صناعه الصدف. انت جاي في الاجازه ولا على لا، طول؟ انا من وانا عندي 10 سنين وانا شغال مع خالي في الحطابه فوق. ما شاء الله عليك. ايه رايك في الشغلانه دي اصلا؟ جميله وكويسه والله. ما بتزهقش انت؟ يعني هنستمر ونتعلم كده ونبقى اسطوات كبار. بتعلم الصبر الشغلانه دي. بتعلم الصبر. انت مختفي ليه؟ تعالى لي كده. بتعلم الصبر؟ الوسطى بيزعق ولا ايه؟ لا. اوعى. لا تمام. ربنا يبارك في عمره. انتوا شغالين في ايه دلوقتي بقى؟ اجي لك انا كده. انت ده الطقم ده بقى. ايوه اشرح لي بقى هنا. تعالى هات كده. اسمك ايه؟ بص يا درش، بصوا دي المرابيع صح؟ لا دي ايه؟ كرندازه كده. اسمها ايه؟ كرندازه. كرندازه. ايوه بقى المصطلحات بتاعت الشغلانه ده دي بقى حلوه قوي. قول لي بقى انت ده واحده واحده كده بتقعد تعشق كده عشق في معشوق كده صح؟ طب اشرح لي ده ايه؟ دي ايه؟ دي اسمها متمنه كده، بتتحط هنا عشان بتدي شكل. متمنه. حلو. ودول بقى الشعائر بتاعتهم. الشعائر؟ لازم تلزق بغيره كده. لازم. قول لي بعد الغيره بيحصل ايه هنا؟ يعني بنعمل ايه تاني؟ بعد الغيره بنصب في حاجه اسمها صب كده، بنصب ايوه.
نحط بليستر بعد كده بقى بيروحوا يتبردخوا. يتبردخوا. هاتوا بقى ده البردخه دي ويطلعوا- جامده قوي. حلوه المصطلحات، انا بحب المصطلحات الشغلانه. وطالعين عند الاستورج بقى بيتشطبوا ويروق عليهم. بيطلع بيختلف تاني الموضوع بعد ما بيتشطب. بيبقى حاجه تاني. والله ما شاء الله شباب زي الورد، والله العظيم يفرحوا. انا بحييكم جدا والله، واستمروا كده في الشغل، والشغل مش عيب، وتعليم الصنعه ده احلى حاجه في الدنيا. يبقى معاك شهاده بس معاك صنعه معايا كمان. صنعة. صح؟ ما نفعتش دي تمسح. لا الاثنين هينفعوا ان شاء الله. ربنا يبارك في عمركم، انا اتشرفت بيكم. ربنا يبارك في عمرك يا حبيب قلبي. يلا بينا. مرحله بصوا بقى، التخطيط خالص بصوا ما شاء الله، دي كام ترابيزه هنا؟ 3. دي 3 عباره عن ترابيزتين صغيرين وترابيزه مستطيله، دول بتوع الانتريه. ده الانتريه ده ريتش، ده يعني ما شاء الله في قطع كتير، مش 3 صغير. ترابيزات، 4 كراسي، كنبه 3 قاعده، في كنبه 2 قاعده اللي هي بره دي. حضرتك دي الكنبه بتاعها، ده عباره عن انتريه كله كامل. ياخد وقت معانا قد ايه عشان يخلص ده؟ حوالي شهر. علمتك لله ايه بقى يعني. المهنه انت كراجل صنايعي حاجات كده؟ كتير، والله اتعلمت حاجات كتير. مم. بس هي عايزه اللي يهتم بيها شويه، زي ما انت قلت كده الشباب يهتموا بيها. والبلد والله تهتم بيها كمان، لان هي عايزه يعني بداوا عايزة يهتموا برضو- بيها دلوقتي، عايزه يعني البلد بدات تهتم ان احنا بيها. نشجع بدأ- الصناعات اليدويه دي، لان الصناعات اليدويه دي كنز بدا يبقى مصر. فيه اهتمام دلوقتي وفي دعايه ليها، وبدا المصريين يخشوا عليها ويشتروا يعني. ما شاء الله. يعني دلوقتي المصريين بدات تبص لها، كان الاول ما بيبصلهاش غير الاجنبي والعرب والاجانب. انا اتشرفت بيك. تحت امر حضرتك. واتمنى ان كل الناس رقم الراجل هو اي حد عايز حاجه في الارابيسك كلموه على طول، ناس محترمه جدا، ربنا يبارك فيهم. اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير ودعوه لاخوكم بالخير. سلام.